السلام عليكم. بعدما بذلوا جهودا كبيرة من أجل لفت الأنظار إليهم من خلال تسخير بعض القدرات العسكرية وتهديد الأمن والسلم الإفريقيين، انقلبوا بهزيمة ثقيلة ليس فقط على المستوى العسكري وإنما في الصعيد السياسي كذلك. والآن فإن البوليزاريو أقرب إلى القائمة السوداء منها إلى مسمى الدولة. فكيف تنظر الجزائر إلى هذه الحقيقة؟ وهل ستتبرأ من الجبهة الانفصالية في حال حدوث ذلك؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم من المغترب، فأهلا وسهلا بكم. بعدما تورطت حركة البوليزاريو الانفصالية في أنشطة مصنفة على أنها متطرفة يثير مخاوفا جيوسياسية حساسة في الجزائر وإفريقيا، بحسب ما قالته صحيفة ساحل انتليجنس في تقرير حديث لها. وكشفت الصحيفة المتخصصة في الوضع الأمني في منطقة الساحل أنه وعلى الرغم من أن البوليزاريو كان ينظر إليها تاريخيا على أنها حركة تحرير تسعى إلى استقلال الصحراء المغربية، فقد ظهرت مخاوف متزايدة بشأن صلاتها بالجماعات المتطرفة والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار. تثير الروابط بين جبهة البوليزاريو وبعض الجهات المتطرفة والمسلحة في منطقة الساحل والصحراء وبعض المجموعات كذلك شبه العسكرية المخاوف. وقد يواجه الجيش الجزائري باعتباره حارس الأمن الوطني تحديات كبيرة في إدارة هذه الديناميكيات المعقدة حسب ما تقول الصحيفة. اعتبرت أن مكافحة التطرف والأفعال الإجرامية والمسلحة والحفاظ على السيادة الوطنية وإدارة الحركات الاستقلالية في الشمال والجنوب، فضلا عن حماية المصالح الاستراتيجية، أصبحت ضرورات أساسية في هذا السياق. نتكلم عن حركة تحرير جنوب الجزائر أزواد، وأيضا حركة تحرير الشعب القبائلي. أضافت الصحيفة أن التفاعل بين جبهة البوليزاريو المصنفة على أنها متطرفة والجهات الفاعلة الأخرى مثل بعض الجماعات الموجودة في مالي وبوركينا فاسو يتطلب اهتماما خاصا لتوقع التهديدات المحتملة وتطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. تقول الصحيفة أن دعم الدولة الجزائرية ولا سيما الجيش الوطني الشعبي الجزائري للجماعات المتطرفة على شاكلة طبعا جبهة البوليزاريو يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية مثل العزلة الدولية للجزائر، كما يمكن أن يكون للأنشطة المتطرفة التي ترعاها تداعيات اقتصادية وسياسية وعسكرية، وهذا ما يمكن أن يعرض الاستقرار الداخلي للدولة والعلاقات الدولية للخطر. أشارت ساحل انتليجنس إلى أن محللين غربيين يشككون في الدوافع الجيوسياسية لقرارات الجزائر بشأن التأثير المالي لعمليات بعض الجماعات مثل البوليزاريو في المناطق التي تعمل فيها وتنشط، خصوصا في المنطقة العازلة التي شهدت في الشهر الماضي أكثر من محاولة لصنع عمل عسكري، خصوصا بعد التهديدات على معبر الكركرات كذلك. هنا يظهر الفارق بين صاحب الحق والباطل، بين من يستعيد أرضه باقتدار وسيطرة وبين من يحاول أن يسطو على أراضي الغير. فلن يكون هنالك تغيير في مواقف حكومة بيدرو سانشيز من ملف 6 ومليل المحتلتين بما أننا نتكلم عن صاحب الحق في الأرض. ذلك ما كشفه مدير مرصد 6 ومليليا كارلوس اتشيفيريا بخصوص الكيفية التي ستسير بها الهيئة التشريعية الإسبانية المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات بين المغرب والثغرين المحتلين. وسائل إعلامية إسبانية نشرت عن مدير مرصد 6 مليليا تقول أنه من حيث المبدأ لا ينبغي لنا أن نتوقع أن يكون هنالك تغيير في الموقف المغربي أو في السياسة الخارجية الإسبانية. أوضح اتشيفيريا أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أبقى في مناصبه المسؤولين عن الحقائب الثلاث الأكثر انخراطا في العلاقات الدولية مع المغرب، يسمونهم في إسبانيا أصدقاء المملكة، مثل خوسيه مانويل الباريس وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي والتعاون، وفرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية طبعا، ومارغريتا روبلز وزيرة الدفاع. أكد المصدر أو المرصد في 6 مليليا أن الوضع سيكون هو نفسه تماما مع رفع المغرب لمطالبه بطرق مختلفة والضغط بأساليب رمادية ومستحدثة وهجينة يسميها البعض، أن إسبانيا ملزمة بمنع هذا الوضع ومواصلة تعزيز المدن والأقاليم الأخرى في شمال إفريقيا. هذا ما تطلبه حكومات 6 مليليا. اعتبر في حديثه أن المغرب يضغط على الجانب الإسباني بطريقته الخاصة من خلال محاولة هروب 400 مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى والتي حدثت في 6 في 17 من نوفمبر. هو الأمر الذي يعتبر
صدفة غريبة يقول المرصد، وأنه وصل في اليوم التالي لتشكيل الحكومة المركزية الجديدة، وهذا ما يمكن أن نسميه مصادفة ليست في وقتها المناسب. يقول أنها رسالة واضحة من الجانب المغربي، وها نحن هنا، وذلك على الرغم من أنه يتجنب الدخول غير القانوني، إلا أنها طريقة للإشارة ضمنا أنه لا زال يعتبر نفسه جارا أساسيا من حيث التعاون في مختلف المسائل. يبدو أن مدير المرصد مقتنع بأن مطالب الرباط بشأن استعادة السيطرة على سبتة وميليليا لن تتوقف، وأنه من المرجح جدا ألا يتغير شيئا فيما يتعلق بنظام المسافرين، ولن يتم إعادة فتح الجمارك التجارية في ميليليا أو سبتة الثغران اللذان يعتمدان بشكل كبير على المملكة المغربية من ناحية الاقتصاد. مواقع أخبارية إسبانية أخرى تقول وتصف أن ما يحدث في محرك جوجل الباحث العالمي لمدينة سبتة ووصفها بالمدينة المحتلة كان مزعجا بالنسبة لهم، وأنه كان مثيرا للامتعاض حسب ما نشر الموقع الإلكتروني سبتة أكتاليداد. في يونيو الماضي اعتبرت تقارير إسبانية أن الشركة الأمريكية تشكك في إسبانية مدينتي سبتة ومليليا من خلال تصنيف المدينتين كمناطق متنازع عليها وعلى سيادتها بين إسبانيا والمغرب بحسب العديد من الصور المعتمدة من طرف خدمة جوجل. وراسل مرصد سبتة ومليليا الذي كنا نتكلم عنه الشركة داعيا إياها إلى مراجعة وضع الحدود بين المدينتين المحتلتين مع محيطها الجغرافي المغربي، بدعوى أن حدود سبتة ومليليا مع المغرب ليست محل نزاع بموجب القانون الدولي. واعتبر مرصد سبتة ومليليا أن خرائط جوجل تظهر خطا متقطعا في هذه المناطق، وهذا في العرف التقليدي يشير إلى نزاع حدودي مثل تلك التي يعتمدها الموقع في المناطق الجغرافية التي تعرف نزاعات حدودية أساسا، مثل شبه جزيرة القرم وكشمير وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة. لذلك أعزائي المشاهدين، بتلخيص لحلقة اليوم، وعندما بدأنا في الحديث عن أن جبهة البوليزاريو الانفصالية قد تكون التالية في القائمة السوداء، سواء كان ذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو على الصعيد الدولي، هم من جلبوا على نفسهم هذا في محاولة بائسة منهم من أجل إظهار أنهم موجودون ولفت الأنظار إليهم من خلال العمليات العسكرية التي قاموا بها في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حتى التهديد الذي صدر عنهم وقال أنه سيهاجم معبر الكركرات أو منطقة الكركرات بشكل عام، وانطلاقا من موريتانيا، ومن ثم كما شاهدنا البارحة الضربة التي تلقتها منطقة شمالية طبعا في الأراضي الموريتانية كانت كالقشة التي قصمت ظهر البعير، وهم من وضعوا أنفسهم في هذا الموقع، وبالتالي أفادوا المملكة المغربية عوضا عن الضرر بها، وهذا ما يمكن أن نسميه العاقبة السيئة بالنسبة للجبهة الانفصالية التي كانت ولا زالت لا تعرف كيف تدار الأمور على المستوى الدولي وخاصة على المستوى السياسي، بينما المملكة المغربية أضحت أستاذا في التعامل الدبلوماسي مع الدول وناهيك عن المنظمات الدولية. أما بالنسبة لسبتة ومليليا فلا بد من القول أن هنالك قلق واضح بالنسبة للأحزاب المعارضة، وكذا بالنسبة لطبقة كبيرة من الشعب الإسباني، أن المملكة المغربية لا زالت، وبكل صراحة هي لا تؤول ولا تحاول أن توصل رسائل مشفرة، هي تقولها بكل وضوح: سبتة ومليليا منطقتان مغربيتان، وسيتم العمل على عودتهما عاجلا غير آجل إلى المملكة المغربية ريثما يتم الانتهاء من قضية الصحراء المغربية. بالنسبة لحكومة بيدرو سانشيز هي لا تجد الخطر، بل على الأقل ربما تلاحظ الخطر بشكل أو بآخر، ولكن لا تريد أن تصل إلى حد التصعيد مع المغرب، تريد أن تتناول الأمور بدبلوماسية. كلا الطرفان يعتبر أن الأراضي تخصه سواء كانت إسبانية أو مغربية، ولكن المغرب في قناعة تامة يراسل حتى الاتحاد الأوروبي، يراسل الأمم المتحدة، يقول هذه الأراضي مغربية الآن أو غدا وسيتم إعادتها إلى المغرب. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقة اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها واستمتعتم بها، وعلى أمل لقاء بحلقات جديدة. كان معكم المغترب، دمتم بأمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.